سلام خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم طليت عليكم بوصفه جديده واللي هي وصفه طاجين الشوفلوغ. بنتو عظيمه يا البنات، جربوه على بالي راهو رايح يعجبكم. نبداو مباشره في الوصفه. في مقله درت شويه نتاع زيت وجبت حبه نتاع بصل كبيره، قطعتها رقيق. خليتها تغلى مليح حتى تتبان لنا كامل هذيك البصله. ومن بعد جبت تانيك حبه تاع طماطم كبيره قطعتها صغير، راني راح نضيفها لهذيك البصله تغلى معاها ونحركهم مليح حتى تتبال هذيك الطوماطيش. ونضيف لهم كمية نتاع المعدنوس اللي كنت قطعتها رقيق تاني. ونضيفو التوابل، كزبر، كمون، زعفران، شوية نتاع الثوم والملح. راني رايحة نضيفو للبصلة والطوماطيش نخليهم يتغلوا مع بعض، ونقعد نحرك حتى تطيب كامل هذيك الطوماطيش والبصلة. ولهنايا بعد ما تبالوا لي هذوك البصله والطماطيش، يعني طابت لي لاصوص مليح، راني راح نفرغها في البول هدايا نخليها بجيه. دروك نحضروا مع بعض لي بولات تاع الشوفلوغ والدجاج. اول حاجه نضيف نص صدر تاع الدجاج كنت طيبته من قبل في الماء وطحنته، ونضيف له تانيك لاصوص تاع طوماطيش والبصله اللي كنت خدمتها معاكم، ونضيف الشوفلوغ تاني اللي كنت طيبته في الماء وطحنته نضيفه معاهم، ونضيفو تاني كمية تاع المعدنوس اللي كنت قطعتها رقيق تاني. وفي الاخير نضيفو زوج بيضات ونخلطو كل شي مع بعض. وهنا من بعد ما خلطت الخليط تاعي خليته في الفريجيدار يبرد ربع ساعه، ومن بعد تيك جبدته. راني راح نرمد الكريات في الفارينه ونحطهم بجهه. وهنا من بعد ما سخن الزيت تاعي راني راح نقلي هادوك لي بولات، نقعد نقلب فيهم حتى يطيبوا كامل. وهنا من بعد ما طابوا وتحمروا لي مليح راني رايحه نحيهم. دروك ناخد لاصوص تاع الطوماطيش. اول حاجه في مقله درت شويه زيت شويه ملح جوج حبات تاع طوماطيش كبار قطعتهم رقيق، ودرت تاني الثوم ونخليهم يتغلوا مليح. وهنا من بعد ما طابت هذيك الطوماطيش، بعد ما دبالت مليح راني حنطفي عليها. لهنا من بعد ما ديكوريت البلان تاعي درت لاصوص تاع الطوماطيش وفوقو لي بولات تاع شيفلوغ والدجاج، ودورت بهم هذيك البطاطا زينتها بهم، وزينت بالمعدنوس تاني وداك الفلفل بجهه. واكيد البنه نتاعو روعه يا البنات، جربوه على بالي راهو رايح يعجبكم، وخبوا الوصفه عندكم من رمضان ان شاء الله. انتظروني في الوصفه القادمه باذن الله.